هقول لكم على قنبلة للتفتيح رهيبة. كريم النشا والليمون المبهر والأقوى لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة. هنوصل لبشرة ناصعة البياض زي بشرة اليابانيات بالظبط، وكمان النتيجة من أول استخدام. الوصفة دي يا بنات بتقضي على الكلف، بتقضي على التسبغات، بتفتح البشرة جدا درجات، بتخلي البشرة بيضة وصافية بطريقة مش معقولة. النتيجة بتاعتها من أول مرة بتجربوها بتشوفوا النتيجة بعينيكم فظيعة جدا، ومع الاستمرارية بتلاقي بشرتك لونها موحد وجميلة جدا. يلا مستنيين ايه؟ قبل ما نبدأ الوصفة ياريت تدعموني بالضغط على زر اللايك، وكمان تشتركوا في قناتي لو أول مرة أصلا تشوفوا القناة، شير لجميع أصدقائنا. ويلا بينا أول مكون. المكون الاول اللي معايا وهو النشا. النشا يا بنات بيبدأ يحفز معانا الكولاجين في البشرة، وبالتالي بيبيض البشرة وبيفتحها، وكمان بيشد البشرة جدا وبيزيل التجاعيد، وبيقضي تماما على اي خطوط رفيعة موجودة على البشرة. النشا ممتازة جدا في انها بتقبض على المسام المفتوحة، ودايما بتخلي شكل المسام جميل جدا، والشكل بتاع المسام الواسعة ده بتبدأ تضيقه وتخليه حلو جدا. ده غير انها كمان بتبدأ توحد معانا البشرة وبتدي للبشرة صفاء فظيع. هبدأ اخد من النشا دي حوالي معلقتين اتنين صغيرين، وهنبدأ نضيفهم في بولة، ونضيف المكون التاني اللي معانا وهو الليمون. عصير الليمون من افضل المكونات الطبيعية اللي بتقدر تفتح البشرة درجات، مش درجة واحدة بس، ومع الاستمرارية بتقضي على اي كلف وتسبغ تماما. الليمون هنا بقى فيه نسبة فيتامين سي عالية جدا، بتبدأ تخلي البشرة اللي مش متوحدة وفي مناطق فيها اسمرار بتقضي عليها تماما، وتخلي بشرتنا كلها لون موحد. هبدأ اخد من الليمون هنا معلقتين اتنين صغيرين، وهنيجي هنا اول تركاية هبدأ اقلب النشا مع الليمون الاول، وبعد كده لما بيتقلبوا كويس جدا والاقيهم بالسمك ده هنضيف تالت مقام معايا وهو الزبادي. الزبادي ترطيب تلاقي، تغذية تلاقي، تنظيف للبشرة عميق جدا تلاقي، تفتيح وتوحيد لون بشرتك، يخلي البشرة صافية بطريقة فظيعة، بيدي لمعة حلوة جدا للبشرة، وبينفع مع جميع أنواع البشرة. هبدأ اخد من الزبادي معلقتين اتنين صغيرين، ونضيف المكون التالت بقى والتوب ده رهيب رهيب يا بنات، من هنا لبكره اقول لكم ان هو رهيب. العسل يا بنات بيحارب معانا التجاعيد، بيغذي البشرة بعمق، يعني بيدخل على طبقات الجلد ويبدأ يغذيها، يخلي البشرة فيها مرونة، يخلي البشرة تكون شكلها صحي بطريقة جميلة جدا. هبدأ اخد من العسل معلقة صغيرة. هنبدأ بقى ناخد مكوناتنا دي ونبدأ نمزجها كويس جدا جدا لحد ما يديني خليط متجانس بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد ما اوصل للخليط المتجانس ده هبدأ اغسل ايديا الاول، واغسل المنطقة اللي انا عايزة احط عليها الماسك. وبعد ما بغسلهم كويس جدا ببدأ اخد من الماسك ده وهبدأ أوزعه على المنطقة اللي أنا عايزة أبدأ أفتح فيها البشرة. هنبدأ نعملها بحركات دائرية لمدة دقيقة يا بنات، لازم أوزع توزيع كامل على المنطقة اللي احنا عايزينها، ونكون وزعنا الوصفة كويس جدا. وبعدين هبدأ أسيبها تلت ساعة نص ساعة لحد ما تنشف تماما، لازم تنشف الوصفة. بعد ما بتنشف ببدأ أعمل حركات دائرية وأنزل الوصفة كلها من على المنطقة دي، وبعدين هبدأ أغسل بشرتي. هنا في المرحلة دي لازم نرطب بشرتنا ترطيب عميق، وانتوا شايفين النتيجة رهيبة ازاي، متخيلين النتيجة دي من اول مرة في الماسك. هبدأ بقى ارطب بشرتي، هنرطبها بكريم مرطب مناسب سواء كانت لبشرة الوجه او للجسم، وهنستخدم الوصفة دي 3 ل4 مرات في الاسبوع، هتلاقوا نتيجة هايلة. اوعدكم بالنتيجة الممتازة جدا. البنات اللي بتتحسس لازم تعمل اختبار حساسية علشان الليمون ما يبدأش يسبب لها حساسية على بشرتها. لازم تعملي اختبار حساسية على جزء من منطقة في الجسم، وتشوفي هل ينفع ليكي ولا لا. وصفة النهاردة خلصت. دعموني بالضغط على زر اللايك، وكمان تشتركوا في قناتي، شير لجميع أصدقائنا. مع السلامة.